السلام عليكم متابعين الاعزاء واهلا بكم بهذا الفيديو. ممكن حاليا تسأل سؤال: شنو هو حاليا افضل موبايل ايفون تقدر تاخذه بالسوق العراقي؟ والجواب ببساطه راح يكون الايفون 13 برو ماكس. ليش؟ خليك وياي حتى اقول لك شنو هي الاسباب تخليني اختار الايفون 13 برو ماكس ومثلا ما اختار الايفون 14 برو ماكس. فخليكم وياي. اهلا بكم مره ثانيه بهذا الفيديو. اكو مجموعه اسباب تخليني اختار الايفون 13 برو ماكس وما اختار الايفون 14 برو ماكس رغم بالامكانيات ويعتبر هاتف ممتاز جدا. بصراحه اكو مجموعه اسباب تخليني اختار هذا الاختيار واهمها هو السعر. الايفون 13 برو ماكس حاليا سعره تقريبا 12 ورقه او 1200 دولار، والايفون 14 برو ماكس حاليا سعره تقريبا 15 ورقه او 14.90 دولار. فنتكلم عن فرق 300 دولار. الفرق ممكن يكون قليل بالنسبه لبعض الناس، ولكن اكيد هو يعتبر فرق كبير لما اتكلم عن جهاز موبايل 300 دولار ممكن تاخذ بيه جهاز ثاني حاليا. واحد من اهم الاسباب اللي خليني اقول هذا الكلام هو انه ابل ما قدموا بصراحه شيء مبهر يخلي المستخدم بانه يدفع 300 دولار زياده على مود ياخذ اصدار الاحدث من الايفون. طبعا الايفون هيك هو جهاز مضبوط ويعني ينباع فما له علاقه بهذا الكلام. وبالوقت الحالي مثل ما اني اعرف وانتم تعرفون الايفون صار مثل استثمار، يعني حتى لو هسه اخذته بسعر غالي فبعد فتره تبيعه بخساره بسيطه كجهاز موبايل فما يعتبر خساره. فمن هاي الناحيه الايفون يعتبر هو افضل شيء بالمقارنه مع بقيه الشركات. ولكن الفكره هي انه برايي ابل ما قدموا تحسينات كافيه تخليك بان تختار الايفون 14 برو ماكس وتدفع فلوس زياده على موده. يعني اهم 5 اشياء جديده ضافوها شركه ابل بالايفون 14 برو ماكس، واللي هي المعالج الجديد، واللي بصراحه بالنسبه لي يعني عندي الايفون 12 برو ماكس حاليا ما اشوف به اي قاصر من ناحيه الاداء، اداء سريع جدا، ونفس الكلام راح ينطبق على الايفون 13 وحتى على الايفون 14. فمن ناحيه الاداء ما اعتبر شغله تستحق انه ترقي على مودها. الشغله الثانيه الكاميرا 48 ميجا بكسل، وبصراحه الى حد ما اعتبرها ميزه، لان حاليا نعرف ناس عندهم الايفون 14 برو ماكس وما يعرفون بانه هاي الميزه موجوده اساسا، او ما يعرفون شلون يستخدموها، او حتى اذا عرفوا بعد ان يعرفون حجم الملف الطالع من هاي العدسه ومن هاي الكاميرا ما اعتقد راح يستخدمونه. فبهاي الميزه اعتقد فقط المصورين راح يستفادون منها بشكل كبير جدا. الشغله الثانيه التثبيت القوي اللي صار بالفيديو، وبصراحه شغله ممتازه جدا، نتكلم عن تجربه، ولكن ايضا راح تفيد فقط المصورين او بعض الناس ممكن يستخدموها. والشغله الرابعه واللي اكيد اللي ثبرونا ثبر بيها واللي هي النوتش الجديد، واللي كل التسويق صار على موده، وصراحه ايضا ما اعتقد انه هي شيء مبهر الى هاي الدرجه تخليك تاخذ الايفون 14 برو ماكس فقط على مود النوتش هذا. والشغله الخامسه والاخيره الاتصال بالاقمار الصناعيه، او ميزه الاتصال بالاقمار الصناعيه، واللي هي حاليا صارت مو حصريه فقط للايفون، بعض الشركات ايضا اضافوها، وهي اساسا بالحالتين هي ما متوفره عندنا بالعراق. فهاي 5 اشياء جوهريه اعتقد انه هي موجوده بالايفون 14 برو ماكس ممكن تخليك انه تاخذه وتعرف الايفون 13 برو ماكس. بالنسبه لي ليش اعتبره خيار افضل؟ اولا فلوس اقل، ثانيا الايفون 14 برو ماكس يعني حاليا بما انه جديد قاعد يواجه بعض المشاكل، صح انه بالوقت الحالي قاعد تجي تحديثات اول باول قاعد تصلح المشاكل، ولكن يعني بالوقت الحالي ما مستقر بنسبه 100%. ال 13 برو ماكس جاء صار له سنه نازل يعني ممتاز، وحاليا متوفر ايضا جديد بالاسواق متوفر مستعمل، فاعتقد منطي خيارات اكثر، وبرايي انه يعتبر هو خيار افضل. بالنهايه اكيد انت حر تاخذ اي جهاز، هذا اختيار عائدي لك، ولكن اكيد بالنسبه اذا تاخذ رايي فاشوف انه الايفون 13 برو ماكس يعتبر هو افضل خيار حاليا. بالنهايه اكيد هذا كان مجرد رايي حبيت انقله لكم، اكيد بالنهايه كل واحد حر ياخذ الجهاز اللي يريده، واكيد انا محمد وان شاء الله اشوفكم فيديو جاي.